السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي على اليوتيوب. أهلا بكم في ملخص جديد للأسبوع الرابع بالنسبة للدوري الأسباني والدوري الإنجليزي، والأسبوع السادس بالنسبة للدوري المصري وأحداث رياضية جديدة. بنبدأ بالنهارده فوز كاسح وكبير لنادي برشلونة على نادي فالنسيا 6-0. بصراحة نتيجة خيالية، نتيجة إعجازية، نتيجة أسطورية، نتيجة عالمية لفريق هانز فليك. بصراحة أدى اللي عليه، بصراحة فريق شابوه برافو لهانز فليك ولاعيبة برشلونة. تحضيرات أولية لدوري أبطال أوروبا. أما بالنسبة لنادي ريال مدريد زي ما شفنا امبارح 2-1 بالعافية على نادي ريال سويداد، وتألق كبير لكيليان امبابي والدغولي في الصدارة وجدارة نادي ريال مدريد ثم نادي برشلونة في الدوري الاسباني في الجولة الرابعة. بالنسبة للدوري الانجليزي والدنيا مولعة، الدنيا موحوحة، الدنيا مشعللة في الدوري الانجليزي. انتصار كبير في ديربي مانشستر لمان سيتي ب 3-0. بصراحة تألق الماكينة التهديفية إيرلينج هالاند في هذه المباراة كان هو كلمة السر لبوب جوارديولا في هذه المباراة المهمة، وكان إخفاق كبير لروبن أموريم لنادي مانشستر يونايتد 3-0. بصراحة نتيجة ثقيلة على نادي مانشستر يونايتد الكبير في الدوري الإنجليزي. بالنسبة لنادي ليفربول وانتصار، بصراحة انتصار هزيل كالعادة في اللحظات الأخيرة من هدية من نبع لاعب بيلي، وتنتهي المباراة بهدف دون رد من ضربة جزاء للأسطورة محمد صلاح. الكابتن محمد صلاح بيحرك عداد الأهداف ل 188 هدف في هداف التاريخيين للدوري الإنجليزي. صراحة صدارة عن جدارة واستحقاق لنادي ليفربول وأرن سلوت في الدوري الإنجليزي. بالنسبة للنتائج بالأمس، نادي أرسنال بيفوز فوز مستريح على نوتنغهام فورست 3-0، وتعادل مخيب لنادي تشيلسي بطل العالم في كأس العالم للأندية 2-2 على برنتفورد للأسف الشديد. بالنسبة للدوري المصري والجولة الثالثة، بصراحة يعني خزي وعار على لاعبي النادي الأهلي في التعادل المخيب بهدف لكل فريق مع نادي إنبي. بصراحة تحكيمية فادحة للحكم الغزاوي في هذه المباراة للأسف الشديد. بالنسبة لنادي الزمالك بيفوز أيضا بأخطاء تحكيمية لمصلحته 3-0 على نادي المصري. ما تنساش سبسكرايب وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة. نسيت أقول لك كان في مباراة النهاردة في الانتر كونتيننتال مع أوكلاند سيتي، بيفوز النادي بيراميدز 3-0. مباراة ولا ليها أي لازمة ولا حتى سمعنا عنها في طبق اليوم. النهارده في الدوري السعودي كريستيانو رونالدو بيحصل على الحذاء الذهبي للهداف الموسم المنفرد. ما تنساش تفعيل زر الجرس وسبسكرايب والاشتراك في القناة والشير الجميل واللايك المتين للكابتن محمود فتح الباب. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.